قولي لي بقى، انا شفت الفيديو ما فهمتش حاجه. الفيديو انا جوزي متوفي من 10 سنين. وكان ليه قبل ما يتوفى كان ليه مبلغ عند واحد اسمه احنا من دسوق. الوصولات دي بتاعتك انت يعني بتاعت جوزي حماده ده اللي ماضيها. ايوه. كان واخد الفلوس دي على اساس بيجيب بضاعه من بره، كونتينر كمبيوترات وحاجات من دي، وجاب لي ناس في تسوق مره واثنين وثلاثه، بس جوزي كان اول مره يديله. المبلغ ده بكام بقى؟ المبلغ ده كان 300,000 جنيه شجع عمره، كان مسافر السعوديه كتير وتاجر، وكان 100,000 جنيه تمن جرات أرض. الجرات ده حاليا تمنه 1.5 مليون، وكان 100 جرام دهب. ده بيعاهم ده برضه؟ باعه وادى فلوس الدهب دي تمام، وجرات الأرض وال 300,000 جنيه. فأنا جوزي خد منه الفلوس وسافر بعدها، ما فيش يعني باسبوعين ثلاثه ما جابش بضاعه في المره دي، وده كان اول مره جوزي يديله فلوس زيه زي غيره. هو اخد فلوس جوزي وفلوس غيره وهرب راح اليونان وما رجعش تاني. انا طالبت بالحج، مش ما طالبتش، انا من اول يعني جوزي. انت بتطالبي بالحق ده في اليونان؟ من اول ما جوزي مات ليه شهر ما كملش 40 يوم رحت لمراته. اول مره قالت لي بيبعت مصاريف لعياله وي قلت لها طب خليه يبعت لنا احنا كمان. هي مراته موجوده وعلى ذمته، بس هو في اليونان. وهو في اليونان. فانت بتعملي فيديوهات عشان توصلوا اليونان يعني؟ لا هو توفى حضرتك، فهم كانوا هيجيبوه يدفنوه، فانا بطالب بالدين. انا الاول ده من قد ايه بقى الدين ده؟ انا الاول كنت بطلب من 10 سنين من يوم جوزي ما مات. 10 سنين؟ اول مره ردت عليا وقالت لي بيبعت، قلت لها طب خليني. 300,000 جنيه من 10 سنين؟ لا 500 حضرتك، ده 400 نجدي غير 100 جرام ده. 500,000 من 10 سنين دول يعني 5 مليون جنيه مثلا. يعني قيمتهم دلوقتي قصدي. وفي 100 جرام دهب، 400 نجدي و100 جرام دهب حضرتك. تمام. لا هم من قبل 10 سنين. انا جوزي متوفي وسايب هو ايه الثقه دي انه يسيب مبلغ كبير قوي كده؟ على اساس ان كان جاب شغل الناس مره واثنين وثلاثه، في المره دي اخد من جوزي وغيره وهرب ما رجعش تاني. فانا لما رحت لمراته اول مره قالت لي بيبعت، قلت لها طب خليه يبعت لنا وبلغيه. تاني مره وثالث مره طردتني ما نزلتليش. رحت لوالدته مره واثنين وثلاثه، طيب 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 لحد هما بقى ورثوه هو. هو اليونان. اعتقد ما فيش حاجه باسمه، بس هو كان بيشتغل يعني حتى لو طلع. لا قصدي فلوسه بره اكيد. هو بره بقاله 17 سنه. طيب ما انا بقول لك اكيد تمام. فلوسه بره. ايوه يعني حتى لو ما معهوش خليه ما معهوش. قصدك ولاده خدوا فلوسه يعني؟ بيشتغل هو بقاله 17 سنه، بيودي فلوسه فين؟ الفلوس دي راحت فين؟ الملايين اللي طلع بيها بره. طب هل سالتي شيخ هل الدين بيورث ولا لا؟ مش الدين بيورث، احنا عندنا في الاسلام المفروض الميت ما يندفنش لما يتسد دينه. الرسول عليه الصلاه والسلام لا صلاه على مدان. يعني لما كان واحد عليه دين وجم يصلوا عليه قال لهم صلوا على صاحبكم، ما رضاش هو يصلي عليه. انا طالبت اهله لغايه من 6 شهور كنت بطالب والدته وهو عايش. يعني انا يا جماعه بقالي 10 سنين بطالب بالفلوس دي من يوم جوزي ما توفى. جيت عرفت من حوالي 8 ايام او 9 ايام ان هو مات حضرتك. من 9 ايام اكتشفتي ان هو توفى في اليونان؟ ايوه. وانا ظروفي انا اصلا ساكنه تمام ومفيش حاجه، حتى البيت اللي كان عندنا بسبب هروب حماده ده جوزي تعب، جاله الكبد. انت عندك ولاد؟ عندي 3. جوزي جاله الكبد وجاله الطحال وجاله السيوله وجاله امراض كتير، وباع البيت وصرف اللي صرفه على تعبه ومفيش حاجه، انجهر واتحسر ومات. طب هو ليه ما قدمش وصولات الامانه دي للنيابه؟ على امل ان يرجع. لا يعني ما بلغش عنه ليه؟ هيبلغ عليه يجيبه منين من اليونان؟ ما هو لو عمل حكم او لو اشتكى زي نفس السؤال. لو خد حكم ممكن ينفذه عن طريق انتربول وكده. والله الكلام اللي اتقال لحضرتك ان انا لو اشتكيت واخدت حكم ان الحكم بيسقط بحكم ان هو غايب. المهم فانا لما عرفت ان هو مات قلت اطالب عشان عيالي ابوهم ميت من 10 سنين وسايبهم اطفال. وانا ساكنه وما فيش، فقلت اطالب بالدين. رحت الاول لبتوع القعدات العرفيه لقيتهم واخدين تبليغ من اخو المتوفي. قالوا لي لا هو عدى علينا من 3 ايام وقال ما حدش يجي لنا.